يعني قول لي احساسك ايه؟ طبعا سامع الدوشه عامله ازاي بره يعني. يعني ما أنت كده برضه ما شاء الله يعني. شوف أي فنان في عالمنا العربي بيبتدي ببلده دايمًا. يعني أنا قبل ما أكون مغني عربي، كنت مغني مصري في حدود وطني الصغير. لكن بمجرد ما بتعلى درجة، العلو هنا واضح وسهل، انك بتتحول من مغني محلي الى مغني عربي. الى مغني عالمي كمان. العفو يعني ما ده. لا ازاي يا كينج؟ لان احنا في حد ذاتنا من محيط الخليج، في حد ذاته دي عالمية يعني. عدد لا يستهان به، ثقافة ما يستهانش بيها، آه، عنيدة وفيها تحدي داخلي، فيها ثقة بالنفس. كل ما تدور أكتر في موسيقتك العربية من المحيط للخليج، هتلاقي إبداعات مختلفة وإيقاعات جميلة، وهنفضل نغيظ بيها الدنيا كلها. طبعا يا كينج. طب كينج دلوقتي بما ان احنا قلنا من محيط الخليج، عايزك تقول لي كده في مشوارك العظيم من وجهة نظري، العظيم من وجهة نظر ناس كتير، ازاي قدرت تحافظ على المزيكا اللي جواك والتفكير اللي جواك والرسالة اللي انت بتقدمها من اول ألبوم 78 لغاية 2012 اخر الألبوم؟ يعني أنا ما أقدرش أقول على نفسي إن أنا حفظت. يعني أنا بالطريقة طبعا. بالطريقة التقليدية، يعني مفروض أبقى مغني نمطي تقليدي معتمد على موسيقته الشرقية الأصيلة، أو باعتبارنا إحنا مش أسرة يعني. ف بتبقى في مراحل كتير عشان تقدر تقول أنا بحافظ على المكانة دي. ما فيش حد هيعرف يدي المكانة دي ليك غير الناس والشارع. كل ما بتعرف الناس أكتر، بتعرف همومهم أكتر. كل ما بتتعمق في الناس أكتر، بتعرف هم بيحلموا إزاي. طب يا كينج، انا سامع الناس عماله تقول منير 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 والكينج كينج كينج، فاحنا يعني انا طبعا بشكرك ان انت اديتنا الوقت ده ان احنا معاك. أنا آسف إن التوقيت نفسيا هو مهم، مش بالنسبة لي، بالنسبة لأي مغني. لأن المغني هو حفلة. يعني المغني باختصار هو علاقة بينه وبين الناس، ولازم يكون الاتصال ده متواصل. ما يعني مش أنا مش شاشة أو شيء، صورة هتتفرج عليها. لازم يكون في نبض وفي عرق وفي إحساس مشترك نقدر نفهم بيه بعض ببساطة. فأنا دايما بوصي أي حلم مغني مغنية في العالم إنه لازم ما يكتفيش بشاشة فقط. إن العلاقة الحقيقية اللي بينه وبين الناس هي الحفلة. هي الاحتكاك الحقيقي. ده الجواز الشرعي زي ما بيقولوا. ميرسي جدا يا كينج، وبجد بشكرك جدا جدا جدا. أحمد، وأتمنى لك التوفيق، وإيدك مع إيدي إن شاء الله نعمل حاجة جميلة كده بإذن الله. ان شاء الله يا كينج، ميرسي جدا.